عمرك سألت نفسك ليه أول طبق في رمضان دايماً بيكون شوربة؟ ليه مش رز ولا فراخ؟ هل دي مجرد عادة قديمة ولا في سبب علمي مهم جسمك محتاجه فعلاً؟ بعد أكتر من 14 ساعة صيام معدتك بتكون فاضية تماماً، إفرازات الهضم قليلة وجدار المعدة حساس، يعني أي صدمة أكل تقيل ممكن تتعبك فوراً. لو بدأت فجأة بمقليات أو أكل تقيل ممكن تحس بمغص أو حموضة أو انتفاخ، وأحياناً خمول مفاجئ يخليك مش قادر تكمل أكلك. الشوربة بتدخل دافية وخفيفة، بتنشط المعدة بهدوء وتخلي الجهاز الهضمي يبدأ شغله تدريجي من غير صدمة. جسمك طول اليوم فقد سوائل كتير، الشوربة مش بس أكل، دي مصدر ترطيب سريع، وده بيقلل الصداع والتعب اللي بيحصل بعد الفطار. كمان لأنها خفيفة مستوى السكر في الدم بيعلى بشكل تدريجي، مش قفزة مفاجئة زي الحلويات أو العصاير. لما تبدأ بشوربة بتدي إشارة للمخ إنك بدأت تاكل، فشهية الأكل الشرسة اللي بعد الأذان بتهدى شوية. أفضل اختيار شوربة خضار أو عدس أو مرق خفيف، بلاش التقيلة اللي بالكريمة أو الدهون الكتير. ابدأ على السنة بتمرة، بعدها شوية شوربة دافية، واستنى دقيقتين 3، وبعدين ادخل على الطبق الرئيسي بهدوء. معلومة بسيطة بس فايدتها كبيرة. فايدة هب، فايدة بسيطة بس تأثيرها كبير.